ندخلوا في سيد الساعه الثانيه. سيدنا، اسمح لي نعقب إلا سمحت لي. تفضل. مازال ما استوعبتش الجواب نتاعك، حيت أنا السؤال نتاعي في سورة الواقعة الآية 76 كيحلف بمواقع النجوم، ما كيحلفش بالنجوم، والنجوم أقرب نجم للكرة الأرضية يبعد 4000 سنة ضوئية على الكرة الأرضية. بمعنى حنايا لا شفنا النجم كنشوفوه في الماضي، لهذا هو حلف بالموقع نتاعو ماشي بالنجم كنجم، حيت النجم يعتبر في الماضي اندثر مات، الور بقى غير الموقع نتاعو. حنا كي نشوفو دابا النجوم ما كنشوفوش النجوم الاصليه، كنشوفو غير النور نتاعها حسب العلم، هذا تحليل علمي راه مقتبس من واحد الكوموندون طيار دار واحد البحث نتاعو، لهذا خديت منه هذا البحث وراني طرحت عليك السؤال. ماذا تقول في هذه القضيه هذه؟ دابا بغيت تقول لي بلي ان الله بغيت تقول لي بلي ان الله في القران جاب لنا اعجاز علمي. انا درت قبيله اشاره انهم يقولون اننا في اعجاز، يعني ان الله ما حلفش لنا بالنجوم ولا حلف لنا بالمواقع ديالها، يعني فين كانت النجمه. نعم. اولا اقرب نجم يبعد على الارض شي 4 سنين سنه ضوئيه، ماشي 4000، 4 سنين. 4 سنين. اسمح لي غادي راني مسجلها 400 سنه ضوئيه. 400 على كل حال على حسب النجم شنو هو اللي كتهضر عليه، لان النجوم هنالك أقرب. قال لك اقرب نجم للكره الارضيه يبعد عنا 400 سنه ضوئيه. شوف قولك فلا اقسم لا يحتمل هذا الزعم او هذا التفسير اللي فسرت انت، ان النجوم كيبوجي والله كيحلف بديك البلاصه اللي بوجا منها، لان النجم في اخر المطاف دائما كيبوجي، في اي لحظه كيبوجي، في اي لحظه كيتحرك. دونك هو ديما بحال خاص دابا خصو الا بغى يحلف خصو يحلف بالمسار ديال النجوم ماشي بمواقع النجوم، لان الموقع متحرك في كل ثانيه، لان النجم حتى هو كيتحرك، الكون يتوسع والنجم يتحرك. دونك هذا تعبير خاطئ، فلا اقسم بمواقع النجوم. ولا بغينا نهضروا على تفسير هذا النجم هذا شنو هو، الله عز وجل كيقول لك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. النجوم هما شنو هما؟ المصابيح هما النجوم. اقل نجم يبعد على الارض بشي 4 سنين. ابل مرحبا 4 سنين سنه ضوئيه، كتهضر على سنه ضوئيه، يعني الضوء كيجري ب 300 الف كيلومتر في الثانيه الواحده. 300 الف كيلومتر في الثانيه الواحده، يعني شنو هي 300 الف كيلومتر في الثانيه الواحده؟ راه كيدور على الارض 7 المرات ونص. راه الشمس راه نجم بعيده على الكره الارضيه بشي 8 دقائق فاصله 25. 8 دقائق، يعني داك الفوتون اللي كيجري كيدير مارش من الشمس باش كيوصل عندنا بعد 8 دقائق. يعني دائما حنا داك الضوء اللي كيوصلنا كيكون الماضي ديال فوقاش دار مارش. الله عز وجل كيقول لك النجوم هي اللي كتدخل للغلاف الجوي فأتبعه شهاب ثاقب. الشهاب عند الله هو النجم، وهذا خطأ علمي فادح. الله عز وجل سبحانه وتعالى خالق الأكوان خلط بين الشهاب أو ما يعرف بالنيازك عندنا، بين الشهاب الذي يدخل في الغلاف الجوي ويشتعل وكنشوفوه، وبين النجم الذي يرى في السماء، النجم المضيء الذي يرى في السماء. لأن الشهاب هي حجرة لا تضيء. هذه الحجرة كتكون كتسبح في السماء، وملي كتدخل عندنا حنايا داك النيزك كيدخل في الغلاف الجوي كيتحك مع الغلاف الجوي وكتشعل فيه النار كيحترق. الرسول صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل خالق الاكوان سبحانه وتعالى كان كيحسب له بلي هذاك النجم اللي كيكون شاعل ديك اللامبه في السماء كيكون شاعله كتشوفها بعينيك، هي اللي دخلت لنا في الغلاف الجوي باش انها كترجم هذاك الشيطان الذي يسترق السمع. اذا انت الا جيت تهضر لي على اعجاز علمي راه الفراشي عندهم في الدين، لان راه هنالك فضائح علميه. لان الله عز وجل يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اي بالنجوم وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، لعله هكذا. اذا
أسوأ حاجة تقدر تضرب بها مثال باش تثبت باللي أن هذا الدين من عند الله هو النجوم، لأنها كارثة كارثة. فراسكم باللي النجم اللي هو الشمس أكبر من الأرض، أكبر من الأرض بمليون مرة، مليون مرة يا ربك، مليون 10 مليون، ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي 10 مليون مرة. دابا أنا غادي نعطيك مثال الشيخ الحمق. دابا عندك انت مثلا دليعة، كليكو دليعة لا يا مرحبا. عندك دليعة، جوج دليعات، وحدة قد وحدة، وهذيك الدليعة فوقها واحد النملة راكبة فوقها واحد النملة. دابا انت باش تضرب هذيك النملة، باغي تضربها، واش تمشي تهز ديك الدليعة اللي اخت الدليعة الزوجة اللي اخت الدليعة الأولى وتضرب بها النملة، وديك الدليعة خصها تدخل في الغلاف الجوي ديال الدليعة الأخرى؟ واش هادشي سي لوجيك ولا ما لوجوكش؟ ما لوجوكش. انا الان ملي كنقول لك الشمس راه ماشي قد الارض، الشمس كبيره على الارض باكثر من مليون مره، مليون ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10 ماشي 1000 ماشي 100,000 ماشي 10,000. الارض صغيره على الشمس بمليون مره. وهادو ما لاطاي ديال النجوم. واقرب نجم والله ما عقلت على سميت، عندهم شي سميات في شكل. اذكر على ما اذكر ان ذلك النجم ممكن انا نقلبوا عليه، ما عندنا مشكل حنا داك الشيء بالخف، نجيبوا سميتو نضبطوا لك العمليه باش بنادم يدير المعلومه مغيزه، ما يبقاش عاد يمشي يقلب مورايا ديريكت اللي دير القابض من هنا، دير السخون دير اللاصق. ما هو اقرب نجم للارض وكم يكبر الشمس؟ يلا ها تشوف. الحمد لله الطبيعه، حنا في واحد الوقت كيكتبوا لي بروكسيما سنتوري. هيليلا صاحبي تكالما، راه غادي نبلوكيك المره الجايه، ما تبقاش تهضر مع طالوت العظيم بهذا الاسلوب الدنيء. فوالا قال لك اخويا بروكسيما سنتوري. هاد بروكسيما سنتوري كيبعد واحد 4.24 يعني سنه ضوئيه. الحجم ديالو اكبر بكثير من الشمس من الجهه تصميما. دابا الشمس اكبر منه بحوالي 7 اضعاف وبحوالي 500 مره، بحوالي 500 مره من حيث السطوع. الشمس اكبر منه بحوالي 7 اضعاف، يعني هذا صغير من الشمس بحوالي 7 اضعاف. يعني مهما يكون راه بحال الشمس، يعني 7 اضعاف ماشي شي حاجه كثيره، حيت كاتبين باللي انه الشمس اكبر بكثير من بروكسيما سنتوري. الشمس هي نجم من نوع الجي كذا مهم بيناتهم 7 المرات يعني في الحجم، يعني تقريبا متقاربين بارابور. الا قلنا مثلا الارض مع الشمس مليون مره، راه 7 مع مليون لا شيء. دونك هذا النجم اللي هو قريب اللي سميتو بروكسيما سنتوري ولا سنتوري، هذا راه تقريبا الحجم ديالو قد الشمس، يعني حتى هو مليون مره. وتخيل معايا هذا اصلا باش يدير مارش من بلاصتو، دابا هو باش غادي يمشي يرجم لينا هذاك الشيطان خصو 4.240 الف سنه، 4 المليون و240 الف سنه باش غيوصل. هذا الشيء لا دار مارش بسرعه الضوء، وهذا مستحيل علميا. يعني النجم شي حاجه عندها كتله، سورتو النجم كبير ضخم ما يقدرش يوصل سرعه الضوء. الضوء كيوصلها واحد المكون لا كتله له اللي هو الفوتون اللي هو الضوء. تريسينتي ابل ميرسي. دونك حنا غادي نميكو وغادي نفترضوا بان هذا النجم غادي يمشي بسرعه الضوء، وهذه غير ممكنه، غير مقبوله. هذه باش يدير مارش مثلا جا واحد الشيطان طلع لفوق يتصنت فوق السماء، فوق هكا فوق الغيام، بدا كيتصنت. اصلا اش كيتصنت الله اعلم. قال لك كيبدا يسترق السمع، قال لك الملائكه يكونوا يهضروا يجيبوا شي اخبارات، الله كيكون يشيخ مع جبريل مقهوي معاه، فهم داير معاه شي كاسكروط، هما كيبداو يرخيو ديناتهم يشوفوا الله اش كيقول جبريل. يقدر يقول له مثلا سير ضرب شي زلزال في تركيا، سير ضرب شي زلزال في الحوز، سير شوف داك المصطفى قبض روحه، هو تعرف شي خبيرات فلانه راه سحر لها فلان، سير حيد لها السحر. قال لك هما كيبداو يتصنتوا الخبيرات. اقسم بالله الا بصح هذا الشيء سواء كيحسبني كنضحك،
والله لا بصح. شوف، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وزعبول وما كربلاها وخربيقة وما قلولا. إلى هذا الشيء بصح، إلا كيطلعوا الملائكة الفوق في السماء باش كيبداو يتصنتوا على سيدي ربي، يسترقون السمع، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. هذا الشيء كاين، إلا من استرق السمع. استراق السمع موجود. كيتصنتوا الملائكه اش كيقولوا مع بيناتهم؟ فوزيه واقيلا غادي تولد العام الجاي، راه عاقره وغادي راه كتب لها الله غادي تولد. فاطمه سحرت تيباري، والتيباري راه دايره له السحور في الحاسي. يعني شي امور قال لكش وصفر هذه الهضره. قال لك شنو كيوقع؟ هذوك السحاره وهذوك الدجاله شنو كيديروا؟ كيصيفط كيتعاملوا مع الجنون. اش كيقول لك مثلا السحار راه كيعرف شنو غادي يوقع، ولا كيقول لك انت شنو غادي يوقع لك في المستقبل. كيقول لك انت كي سميتك حنان، سميت امك سميتها زبيده، حنان بنت زبيده. صافي هو كيدير لي كونتاكت ديالو، كيجي الخبر كيقول له حنان زبيده انت راه عليك الطلب وراه الخير لقدام، وراه بزاف ناس دايرين عليك العين، وانت راه قلبك كبير، ولا بغيتي تبغي بكلك ولا كرهتي تكرهي بكلشك، وانت راه يدك فيها الربح، ورجليك سخونه ومؤخرتك مدوره. كيبداو يعطيهم بحال هكا. منين جابوا هاد المعلومه؟ قال لك كيجيبوها من الجنون اللي هما كيستارقوا، سورتو ملي كيعطيك شي حاجه في الفيوتور كيستارقوا السمع، كيجيبوا الخبار ديال الفيوتور، لان لا يعلم الغيب الا الله. هذا هو اللوجيك ديال المسلمين، لا يعلم. الشيطان ما كيعرفش الغيب. والدليل ماذا؟ الدليل في سوره النمل، قالت لو كانوا يعلمون الغيب ما لو كانوا ديال سيدنا سليمان، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، او ما لبثوا في العذاب المهين. هذه علامه، هذه في سوره سبأ. هذه علامه، هذه على سيدنا كيقولوا له سليمان. سيدنا سليمان فراسكم راه كانوا خدامين معاه الجنون. كان الله عز وجل مسخر له، قال لك نعم سيدي طابي، داك الطابي اللي كيجلس فيه علي بابا وكيطير سندباد كان عند سيدنا سليمان. وكان الله عز وجل مسخر له الريح تجري بامره، وكان مسخر له الجنون. روينه. قال لك الله عز وجل ملي قبض الروح ديالو ما خبر حتى شي واحد، حتى واحد ما ساق الخبار. خونا ميت، سيدنا سليمان مات، ولكن كانت عنده واحد المنسعه، كانت عنده واحد العصا، وهذيك العصا كان متكي عليها بحال هكا، متكي هو وقيلا كان داير النظر كحلين ما شافوش، كان متكي على هذيك الاخر، هو يابس، هو ميت، وبقى هكاك ما خناز ما دار الريحه ما طاح ما والو. جالس هو راه كيشوفوا فيه، هو جالس في العرش ديالو بحال انا دابا جالس، وشد ديك العصا ديالو مكالي بها، كالي بديك العصا باش ما يطيحش، وهو كيتفرج في بحال تقول هو الباترون والجنون كيخدموا حاضي معاهم، باش اللي ما خدمش كيديه الكاشو، كيديه للسجن الانفرادي ولا كيعذبوه، ممكن مكرفصهم. اقسم بالله الا هادشي كاين في القران، وحسابكم انا كنجيب من راسي ولا احاديث بني اسرائيل، هادشي كله كاين. نعم سيدي، شنو غادي يوقع؟ قال لك الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض. شكون؟ على الانس والجن اللي كانوا خدامين معاه، ما عرفوش باللي مات، عرفوا فوقاش مات. ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأته. شنو من سأته؟ العصا ديالو. دابة الارض بحال تقول شي دوده ولا شي حاجه. دابا هو عنده واحد العصا، انت العصا ديال ملك الملوك، هذيك العصا ديال شي ملك يعني تكون واحد ليبيسور ديالها واحد 10 سنتيمتر مثلا، فهمتني؟ دير انت غير 5 سنتيمتر ديال شي خشب غالي، نوفو بوا، البوا روج، فهمت؟ تكون شي حاجه، تكون شي خشب راك عارف ديال الملك، غادي يكون فيه 5 سنتيم. تخيل معايا الدوده بقات كتاكل في هذاك الخشب، تاكل دابة الارض، بقات كتاكل فيه حتى داك الخشب تكال هو يتهرس. شحال خاصك ديال الوقت باش تجيب دوده تبقى تاكل لك في داك تجيب نقار الخشب خصو 15 يوم. ما الا جبت دوده كي داير هذا الفم اللي عند الدوده اللي غادي تاكل هذاك العمود اللي متكي على سيدنا سليمان، خاصك واحد 4 شهور ولا 5. والدودون عنمونيك صحيح. بقى هو متكي، قال لك بقات ديك الدوده دابة الارض تاكل من سأته. ملي كلات المنساءه
مع الثقل اللي عنده هي بقات كتنخر في ديك العصا، كتنخر في الوسط، يعني كتنخر العصا. شنو غادي دير؟ غادي تهرس. ملي تهرست العصا سليمان طاح. ملي طاح عاد عاقو باللي مات، ما كانوش عارفينها في الاول، وهادشي كلشي في القرآن. دابا انت ديك 3 شهور ولا 4 شهور ولا عام ولا مانيش عارف، وديك الدوده كتاكل له في داك العمود هذاك. طبعا هو راه عنده شي عمود قلت لكم راه ديال الملوك، يعني شي كاليتي مزيانه قاصح. هو ما خناز ما رمش ما جاتو شي دبانه ما تنفخ ما بوكر ما والو. حقا نسيت الانبياء ما كيخنازوش، خناز غير الرسول صلى الله عليه وسلم. حيت عندنا حديث بان النبي صلى الله عليه وسلم خناز في راسكم، خناز في اليوم الثالث. داكشي علاش دفنوه بالليل. مات نهار الاثنين 3 ل 4 بالليل دفنوه، لان كرشو تنفخت. وهذاك اللي روى الحديث قرب يموت في راسكم. كل مره نقز لكم شي حاجه. خونا اللي روى الحديث حيت هما كيضعفوه طبعا، خونا اللي روى الحديث هموا بقتله لولا ان تداركه رحمه من ربه ولولا ان شفع له الامام مالك رضي الله عنه. نقول لكم الموضوع. فلما قضينا عليه الموت، كيهضروا على سيدنا سليمان، ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساءته. فلما خر يعني طاح على وجهه. فلما خر كان اقرا لكم من القران الدراري، راه ماشي حاجه الضعيف والفهامات، لا. فلما خر يعني طاح على وجهه تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا دليلهم، كنهضر على المسلمين، هذا دليلهم على ان الجن لا تعلم الغيب. وبالتالي خصك تفهم باللي ان الا مشيت عند شي سحار وبدا كيعطيك شي معلومات غيبيه عليك انت، كيقول لك في المستقبل يوقع لك كذا وكذا، ماشي في الحاضر وماشي في الماضي، في المستقبل. الا بقى يقول لك يوقع لك كذا وكذا وكذا، هذيك الاخبار هم يزعمون انهم كيجيبوها من الجنون. ركز معايا مزيان. هم يزعمون انهم كيجيبوها من الجنون. الجنون حنا عندنا بصريح القران انهم ما كيعرفوش الغيب، بصريح القران. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. علاش اصلا كنديرهم في العذاب؟ ما كانش كيخلصهم واقيلا، كان يخدمهم اكثر من القانون، كان يخدمهم من وار ما يديكلاريهم في لاس ان اس اس. ديجا هذا العذاب المهين تخربيق، ما عليناش نحاول نركز. ومنه اي واحد يجيب لك شي اخبار كيعني ان الجني يسترق السمع في السماء، لان الاخبار كتكون تدور في السماء. يسترق السمع في السماء، وملي كتجي الاخبار عاد كيقول لك في الطوماره سحرت التباري ولا الحاجه شوميشه راها لا شوميشه لا ماشي شوميشه انا ما تحيه لشوميشه ديالنا وقيلا ما كيعطيهمش كونجي. الحاجه فريفره سحرتها ضريره ديالها. المهم هاد الخبيرات هادوك كيجيبوهم اللي كيسحروا. وباش الله عز وجل يحارب هاد الجنون، حارب هاد الجنون او شميشه كتماركي لا بريزونس ديالها. مرحبا بك لاله شميشه الجميله تحياتي لك. وباش الله عز وجل يحارب هاد الجنون، لان كيبداو يطلعوا كيصيفطوهم السحاره. تخيل انت شحال من سحار في العالم، دي مليون صاحبي، دي مليون. وكل سحار عنده تا هو الخدام، عنده حمو، عنده عيسى، وعنده فاطمه، عنده عيشه، عندهم خدام ديالهم، وكل واحد كيصيفط الخدام ديالو. تعرف شحال من واحد دابا راه الزحام تما النوبه في السماء، شكون يتصنت؟ والله عز وجل باش يحاربهم واش كيدير؟ الله واش كيدير؟ كيصيفط لهم النجوم اللي هما كبار. اقرب نجم اللي قلنا سميتو كبير على الارض تقريبا حتى هو بمليون مره. كي غادي يدير مليون مره ويدخل في الغلاف الجوي ويتحرق ويطيح في الصحراء ديال زاكورا، كي غادي يدير؟ هو كبير بمليون مره، كي غادي يدير؟ راه كارثه صاحبي، راه فضيحه. راه النجوم في القران فضيحه علميه ماشي اعجاز علمي. يعني بلا ما يبقى شي واحد ينقز هنا يبقى يقول لك لا مواقعي. تريح واش من مواقع؟ تريح تبقاش تجبد النجوم ميك. ما عمرك تطلع عند طالوت شي مسلم يطلع عند طالوت وكذا المصطفى شي مسلم يطلع عند طالوت يجبد له السماء والنجوم. اتونسيون لو مايون فيبل هذا هو لو اتاسيون النجوم كارثه. ولا تقول لي حقا الجانين. اتاسيون ما عمرك تطلع تجبد هذاك الشيء. راه اتاسيون راه ضدك. انت كتبغي تجبد لي ازعاج علمي، انا غادي نجبد لك فضيحه حدا الناس. غنفضحك
لانني غادي نبين لك باللي ان القران ديالك عابر بالاخطاء العلميه، الاخطاء والكوارث العلميه وليس الازعاج العلمي. نسال الله عز وجل الثبات. شكرا لك سي مصطفى. بلا ما نزيد نكثر ونورك شويه على هذا الموضوع، طبعا انا نعطيكم الطريقه عامل هنايا. كيقول لك حكا ما حكا، النجوم ترجم ليس كل النجم ولكن شي طرف منه. دابا الله واش قال لنا طرف من النجوم ولا قال لنا النجوم؟ دابا الله قال لك واش عن النجوم، واش جاك النجوم ولا قال لك حجره من النجوم؟ واش الله مقروز؟ الله ما يعرفش يشرح مالو. هذا هو واش الله بحال سيدنا موسى. شكرا شميشه ميرسي. دابا سيدنا موسى كان مقروز، داكشي علاش الله عز وجل صيفط معاه خوه هارون افصح منه لسانا. دابا الله ما عرفش يقول لنا حجره من النجوم، قال لنا النجوم. صاحبي نحن نلتزم بما قال الله وليس بما تقول انت. نهار الله يقول لنا حجره من النجوم نهضروا معك. دابا الله عز وجل الله كان مزروب قال لك ما كملش الايه سبحانه وتعالى. الله قال لنا النجوم ترجم الشياطين، وخلط بين الشهاب الثاقب وخلط بين النجوم، وهذه من الفضائح التي لا طالما ذكرناها. أقول ما سمعتم ولا أستغفر الطبيعة. نعم سعيد، الشهاب يكون من بقايا التشكل وليس من النجوم. يرحم باباك. نطلعوا شي مخالف ولا نمشيو غير بيناتنا؟ شنو بغيتو؟ بارسا 3-0 بسم الله. انا كنعرف البارسا 5-2 ولكن ما تفرجتش الماتش، شفت غير الملخص. ولكن دي ماريا مخالف. يلا اراونا شي مخالف، يلا شوفوا شي مخالف. مربي اللي ما مربيش ما يطلعش، اللي ما مربيش ما يطلعش، اللي ما مربيش ما يطلعش. يلا اللي ما مربيش ما يطلعش صافي. اللي ما مربيش صبر نقرا لكم الايه بالدجال. الجوالات نسينا نربكم الجوالات، دخلنا في ساعه وشويه. انما الطبات نجس فلا ابلع المايك انس. واخا اسمح لي بلاش. إنما الطبات نجس فلا يقربوا المجلس الحرام بعد عامهم هذا. الله تفضل أنس، يلا راه واش عندك؟ التلفية تسترق السمعة كيف نرجموها. هما يسترقوا، هما يسينياليو ماشي نقول لكم والله لا كيجيو يتعلموا اقسم بالله. دابا تخيل طالوت العظيم سبحانه وتعالى كيناقش الصفات، واخا ما بغيتش نبقى نقول هذه الكلمه باش ما نعطيهمش القدر. كيناقشهم هما حافظينه، يعني مفرجين في 100 فيديو ديالو، عارفين له لي بوين فيبل لي بوين فور، وانا كيطلع الطوب وما كنعرفش شكون كاع، ومع هذا ما كيقدروش. هما كيجيو كيسدوا لي لايف باش يجيو يتعلموا من طالوت العظيم شنو كيقول، كيجيو يديو الفائده. باش علاش؟ باش ملي يطلع المره الجايه ما يقوليش النجم، حيت كيدوز السروال الا قال لي النجم. دونك كيدير اتونسيون، كيقلدوك في اللايف تاع طالوت اله سي نورمال يقلد. سير انا اش بغيت تقول؟ كي داير اخويا طالوت؟ بخير؟ كتسمعني مزيان؟ نعم مرحبا بك. كي داير؟ مزيان. نقدم لك راسي بعدا، انا دكتور، انا طبيب. مرحبا. طبيب شنو؟ طبيب عام، كنخدم في قسم مستعجلات ديال بنادم ماشي ديال الحيوانات. مرحبا. طرح الطب هذاك ماشي مشكل، تفضل اسيدنا. وانت بنادم راه حيوان، مالو ماشي حيوان؟ حيوان ونص اخويا. كي داير انت؟ بخير بعدا؟ والله الا السلوك الحمد لله. انت مزيان؟ صرف لي نطلع معك اخويا. عمار يا عمار مرحبا بك. بلاتي نبلوا هاد الدراري ما ديروا والو. شرف ليا سيدنا، مرحبا بك. انا معك كنصنت لك. واش انت مسلم ولا كافر ولا نص ولا شنو باغي تقول؟ انا صراحه انا بين وبين، مازال ما خديتش اليقين. شنو اللي شدك يا دكتور؟ لا باش نخرج من الاسلام. شنو اللي شدك؟ اللي شدني هو انني كنخاف. راه نقول لك شنو شد. فوفو وانني كنخاف انني نخرج من الاسلام. فوفو انت شي تيفهم. ما كاينش شي حاجه اللي ممكن ان
مازال ما تبازيتش على شي حاجه، واحد الغيزون سوليد علاش باش نخرج بصفه نهائيه من دين الاسلام. شنو اللي خلاك تشك في الدين الاسلام؟ اللي خلاني نشك فيه صراحه، انا شحال هذا القصه ديالي، الشكوك بدات في الاول من هذوك القصص، هذوك الخرافات، بحال مثلا قصه ديال الاسراء والمعراج. خلينا احنا شوف خلينا احنا من ذاك الخرطي. انت طبيب، نهضر معك في الطب مزيان. مرحبا. دابا خصنا نتفقوا على واحد القاعده هي عقليه، اللي هي اننا الا لقينا غلط واحد ماشي جوج، واحد. هي الا لقينا غلط واحد ماشي جوج، احنا نقولوا واحد في القران، هذا يستلزم انه ليس من عند خالق الكون. تسلم ام لا تسلم؟ لوجيكمون اسلم، غنكون معاك اوبجيكتيف في القضيه. نعم، لان الجزئيه السالبه تنقض الكليه الموجبه. يعني لقينا غلط واحد ماشي جوج ماشي 10، واحد صافي خاصك تحط سوالت. متفقين؟ واخا عطيني غلط اللي فهمتي يكون كونكري باين ملموس. هذا اللي كنت كنقلل عليك قبيله، ديال والنجم ديال النجوم، شنو بالك فيه؟ ما سمعتش لي صراحه انا. يلا بانت لي بان تو اون لايف وانا دابا الله عز وجل كيقول ولقد زينا السماء الدنيا. طالع ما طالوش الياس. كنقول اسمح لي دقيقه، اسمح لي دقيقه. دخل لايف طالو طالع ما طالع في التيك توك ما طالوش. والله اسمح لي على لا هذا الاخ ديالي تو طبيب. ما شاء الله ما شاء الله، تو من المعجبين ديالك. راه قلت لي راني طالع مع طالوت. دخل. مرحبا بك سيدنا، مرحبا بك، فخر ليا. واخا اسمح لي على هاد سميتو هاد قاطعتك، اسمح لي بزاف، كمل لي. لا ماشي مشكل. دابا انا ركز معايا، اتفقنا بلا شدينا غلط واحد هذا يثبت انه ليس من عند الله. حنا مفاهمين على الجزئيه. متفق معك. ملاحه. دابا الله عز وجل كيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذوك الشهب اللي كتشوف هذوك الشهب اللي كيكونوا في السماء كيشعلوا، ديك الحجره اللي كتدخل الغلاف الجوي من الفضاء. الله عز وجل كيقول لنا في القران هذاك راه نجم كيرجم الشيطان. وحنا العلم واش كيقول لنا؟ كيقول لنا العلم ان اقرب نجم لينا بعيد ب4 فاصلة. النجم كبير في الحجم. نعم، وكبير على الارض بمليون مره، ما يقارب مليون مره. كيفاش هذا النجم غادي يجي وغادي يدخل في الغلاف الجوي وغادي يرجم لنا داك الشيطان؟ كي غادي دير تحل هذا المشكل هذا؟ صراحه ربما في القران هذاك يعني السميه ديال النجم يعني كتعني هذوك يعني الشهاب، يعني هذوك النيازك. علميا عندها حنا تنقولوا ليه نجم، يعني بحال غير المشكل كاين في التسميات. ايوا دابا انت الله عز وجل ملي كتقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، شنو هي مصابيح؟ يعني النجوم. مصابيح يعني شاعلين، حنا مفاهمين. وحنا مفاهمين بان النجوم كتكون شاعله على الاقل، واخا تكون طفات الا كانت بعيده علينا بمليون سنه ضوئيه تقدر تكون طفات، ولكن الضوء يلا وصلنا. يعني ملي كيموت النجم. متفق معك. ولكن حنا مفاهمين باللي هذاك الضوء جاي من النجم الكبير، حنا مفاهمين. اوكي سوما اتوتالور. دونك هذا النجم الكبير ماشي هو الشهاب اللي كيدخل عندنا في الغلاف الجوي، فاهمين؟ واش عندك شك ولا مفاهمين؟ لا مفاهمين في القضيه. وعلاش الله كيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، اللي كيقصد بها النجوم، يعني دوك البولات اللي كتشوف في السماء، وجعلناها رجوما للشياطين. اش غادي نقول لك صراحه، هادشي اللي كتقول فيه راه لوجيك بالنسبه لي. ريما اهلا وسهلا. راه لوجيك، راه هذا هو المشكل. دابا انت راه ماشي شادك في الدين حيتاش ما لقيتش الدليل، انت شادك غير داك لوندوكترينمون اللي 20 سنه 30 سنه 40 سنه وانت عايش في واحد السيركوي. الدماغ ديالك ما يلاشيش، الدماغ ديالك خاصو الوقت. دابا انا صراحه القران ما كنبغيش زعما تنقول ربما كل واحد وكيعطي التفسير ديالو. انا ماشي سبيساليتي ديالي انا باش نعطي يعني. اللي كيديرونجيني سيرتو السيره، انا فهمتي. نعطيك مثلا البلان ديال الرسول انه تزوج بعائشه على واحد لاج ديال 9 سنين. هذه ثابته، هذه ما فيهاش تخرشيش.
هذه ديرونجاتني بزاف، فهمتي؟ بزاف فريمون بزاف، فهمتي؟ كتهضر مع شي ناس اللي ملحدين ولا سميتهم، كي ملي كيجبد عليك ما كتلقى باش تجاوبهم، ما كتعرف كيفاش تجاوب. وحاجه اخرى خص تعرف بلي 9 سنين راهي حيتاش كانت ضعيفه ما كانتش هازه اللحم، والا في الاسلام لا يشترطون السن. الاصل في الاسلام ان تتزوج الطفله وان تدخل بها، راه ما الكلام ما خصوش يتقال في اللايف، وان تدخل بها، واشترطوا لذلك قدرتها على الوطء، وهذا الشرط لم يشترطه لا الله لا الرسول، اشترطوا غير علماء من واحد القاعده يقول لك الضرر وديك الهضره الخاويه. اذا كانت عندك شي دريه عندها 6 سنين وكانت تبارك الله هازه اللحم، راه يمكن ان تدخل بها في الاسلام ولا شيء عليك. والمشكل هو دابا انايا لا فيزيكمون لا بسيكمون ني با بريت باش تكون في واحد غولاسيون كونجوغال. وهذا يدل على ان الرسول كان محكوما بعرف قومه. يعني هو نورمالمون جاي لكل زمان ومكان، ولكن دابا من طورنا حنايا وعرفنا القوانين و سكيفو فير دابا انا كنعطيك الامور اللاصقه اللي ما فيهاش تاويل. مازال دابا التلافي غادي يبدا يلعب لك بالعرف وعادات محكمات مزغبات، يبدا يهرب لك من هذه التقبه وراه عنده فين يهرب. نعطيك واحد الشبهه اخرى كيقولوها الدراري في الكومونتير. انت كتعرف باللي الحيوان المنوي اين ينتج؟ في لي تيستيكول، فاهمين؟ متفق معك. سبيرماتوجينيز. الله عز وجل كيقول، الله عز وجل ملي هضر لنا على كيفاش كنتخلقوا شنو قال لنا؟ قال لنا والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ، وفي قراءتنا لما عليها حافظ، فلينظر الانسان، اسمع هنا يبدا، فلينظر الانسان مما خلق، واخا سيدي سننظر، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. الماء الدافق هو الماء اللي كيخرج من الراجل، وي يخرج من بين الصلب والترائب. هنا غيقودها سبحانه وتعالى، يخرج من بين الصلب والترائب. ما هو الصلب؟ الصلب هو عظم الظهر، هو ظهر الرجل. تقول العرب فلان من صلب فلان، اي من ظهره، كنايه زعما راه ديالو. واش حنا الحين؟ والترائب هو موضع القلاده عند المراه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد ان العمليه الاخصاب كتكون بالماء ديال الذكر مع الماء ديال المراه، وملي كيتخلط اذا على ماء الرجل، الماء ديال الرجل جا الفوق، ما نعرف كيفاش غادي يجي الفوق، اذكر باذن الله كيولدوا ذكر، كيولدوا دري، وهذا في الحديث الصحيح. وإلا الماء ديال المراه طلع فوق الماء ديال الراجل كيولدوا بنت، النثى باذن الله. وهذا اللي قالته الايه، ماشي زعما التخرشيش، هذا الشيء قالته الايه. يعني الراجل الماني ديالو قال لك كيجي من الظهر، الماني ديالو الماء ديالو، والماء ديال المراه كيجي من موضع القلاده من صدرها. ملي كيختلطوا هاد جوج ديال الماءات كيعطيونا بنادم. واش العلم كيقول هاد الهضره الطبيب؟ انا نهضر معاك، اصلا كنت ناقش معاك هاد النقطه سي طالوت، حيت كنت سمعتها ديجا كان قالها الغليمي، كان قالها في واحد اللايف. زين. صراحه انا من قال هذه القضيه هذه فريمون جاني، بالعكس هذا جاني دليل بان على ثبوت على صحه الاسلام. علاش؟ ما زيد قول لي الدليل اصاحبي. انا اصلا كنت شاك شويه، ومني قالها بحال قلتي زادني واحد البوان دو بلوس ان الاسلام راه فري. علاش؟ انا نقول لك علاش. حيت انا ما كنتش عارف شنو هي الصلب والترائب، ما كنتش عارفها. مني قالها الغليمي قال راه هو الظهر، كاين واحد العظمه من الظهر، واصلا لا سبيرماتوجينيز لا برودكسيون ديال لو سبيرم كتكون عندها واحد العلاقه، يعني بحال قلتي في القران ما بغاش يبين لينا راه من لي تيستيكول راه باينه، هما البرودكسيون ديال سبيرماتوجينيز كدير في التيستيكول شي حاجه لي نورمال، ولكن لا ريغولاسيون ديالو راه كتجي من واحد من لا غلوند سميتها لا سورغينال. السورغينال كاينه فوق لو غان، هذه كتسكريتي لينا لا سي تي اش. هاد لا سي تي اش كاينه فوق لو غان، كاينه فوق لو غان، لا غلوند سورغينال. يعني الكلوه، تضع الكلوه، ولكن كاينه واحد لا غلوند فوق منها سميتها سورغينال، يعني فوق من الكلوه. مزيان زيد. دابا هذه ما كتلعبش واحد الدور مباشر في لا برودكسيون دو لو سبيرم، مي عندها واحد التاثير كبير على البرودكسيون دو لو سبيرم. زيد عليها الترائب اللي قلتي، هي الصدر ديال المراه كتحكم في الهرمون. دابا حتى لا غلوند ما ميغ كنسميوه حنايا بالزوله بالعربيه، حتى هي عندها واحد الهرمون اللي هو الاف اس اش والال اش، حتى هما كيتحكموا في لا برودكسيون الهرمونال شي لا فام.
دونك انا فاش قالها انا قلت بلاتي هاد القضيه هادي راه ما كنتش عارفها انايا الصلب والترائب. بيتيتر كو هادي ما بغاش الله سبحانه وتعالى يبين لينا اجي فوالا برودكسيون. ناح، مرحبا بك يا ناح، شكرا. سمعتيني يا طارق؟ انا نجاوبك، صبر واحد الدقيقه. سير خذ راحتك. انت كتقول لي بلي ان هاد الغده كاينه حدا لي غان الكلاوي ياك؟ لا فوق منهم، كاينه فوق منهم. فوق الكلاوي، مزيان. الان السؤال ديالي، ماذا تفهم العرب من الصلب؟ ماذا تفهم العرب من الصلب عندما تقول لعربي الصلب؟ فلان من صلب فلان، ماذا تفهم العرب؟ لا دابا انا ملي كنشوف القران راه واحد اللونغاج الهي، يعني ما غاديش بواحد اللونغاج اللي هو بسيط، يعني كيبقى المعاني ديال القران ما غتفهمهمش دابا. فهمتك. دابا انت لا اصبر يا دكتور، دابا انت الله يبغي يقول لنا مثلا العين ولكن يقول الودن باش حنا نفهموا من بعد العين. ملي دوز 1000 سنه نفهموا راه كيهضر على العين. دابا حنا الله هضر لينا، واش هضر لينا على الكلاوي؟ شكرا الناح، مرحبا بك، توحشناك خويا. واش هضر لينا على الكلاوي ولا هضر لينا على الصلب؟ جاوبني الفقيه. لا هضر لينا على لا سبيرماتوجينيز، هو لا كرياسيون ديال لا جاوبني ما معنى الصلب؟ الصلب عند العرب. شوف القران نازل. عندك صداع بزاف يا دكتور، عندك واحد الصداع رهيب. بالله سي فغي بلاتي راه عندنا في الطوموبيل دابا، بلاتي نشوفو كيفاش بالله عزاز. صداع بزاف زعما ضجيج. انا برا ما علينا. شوف باش تركز معايا، انا معاك. القران نزل بلسان قريش. متفقين ياك؟ متفقين. قريش الا قلت له واحد قرشي قلت له الصلب، ماذا يفهم من الصلب؟ هل يفهم من الصلب هو عظم الظهر، او لا كيفهم من الصلب هو واحد الغده كاينه فوق الكلاوي؟ بغا يفهم هو الظهر نورمال. السلام عليكم، انتهى الكلام. ما خاصناش نبداو نقولوا لا راه القران واحد اللغه الهيه كتجيب واحد لي كود غنقدروا نكتشفوا من بعد. ما غاديش نبداو نقولوا دابا سا سيغا كوا اللغه الالهيه تجيب دي كود باش ما نفهموهاش. دابا الله انا نقول لك علاش. دقيقه انس، عندك ضجيج، اغلق المايك. مرحبا اسمح لي. عندك ضجيج ما عرفتش علاش، اغلق المايك. حنا غادي نجاوبوا على هذا السؤال. سي انس دكتور كيقول لنا الله عز وجل نزل لنا القران بواحد اللغه ربانيه ماشي نورمال كومبليكي وفيها لي كود. هذا راه ضدك يا صاحبي، هذا راه ضدك. باش ان الله كيقول بلسان عربي مبين يعني باين. الله كيقول على راسو نزلت القران بواحد اللسان عربي مبين، هو كيقول مبين يعني باين. تجي انت دكتور تقول لي لا راه فيه لي كود. واش نتيقوك انت ولا نتيقوا الله؟ هذه واحده. المفروض انا نتيق الله، حيت الله اللي قال لي مبين. ثانيا القران نزل بلسان قريش، يعني اي حاجه اختلفنا فيها من الناحيه اللغويه سنردها الى لسان قريش. وهكذا فعل عثمان عند جمعه للمصاحف، قال ان اختلفتم فيه من شيء فردوه الى لسان قريش فبه قد نزل او فبه قد انزل. إلى قريش فهمت الصلب هي الظهر، لا يمكن أخويا أنك تجي انت من بعد وتقول لي لا الصلب هما الكلاوي ولا هما الضرسة. لا، نحن ملزمون أن نفهم القرآن بعربية قريش لأنه نزل بعربيتهم. الله سبحانه وتعالى علاش ما قالش لنا الكلاوي ديريكت لي؟ علاش باغي يوضرنا؟ علاش باغي فينا الخدمه؟ علاش باغينا نكفروا؟ واش باغي يعمر بينا نار جهنم؟ انا كافر دابا بسبب هاد الشبهه. علاش الله باغي يديني لجهنم؟ نورمالمون خاصو يبين لي، يقول لي الكلوه كاينه واحد الغده الفوق كيخرج من تما الحيوان المنوي. هكا نقول لك انا سبحان الله العظيم. ماشي الكلوه وتقول لي الظهر. خويا راه كاين فرق بين الكلوه وبين الظهر وبين المصرانه الزايده وبين الضرسه وبين الودنه. كل حاجه عندها السميه. الله الرسول شنو قال الله عز وجل؟ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء. صافي الله علم اسماء. باش تجي دير هذه الحركه، هذه حركه ترقيعيه فاسده. ثانيا
الله تحدث عن الترائب اللي هي شنو هو موضع القلادة، يعني في الصدر، العظم ديال الصدر. هل نتوما دكتور في الطب قريتوا بلي ان العظم ديال الصدر عنده شي رب تدخل في عمليه الاخصاب؟ او حنا قريناه في العلوم، انا ماشي طبيب ولكن قراونا في العلوم الطبيعيه وكلتهم اللوديو كذبوا علينا، قالوا لينا الحيوان المنوي كيخرج من لي تيستيكول، من البيضات ديال الرجل، وكيمشي كيجري يجري 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 وكيكونوا بالملايين او مئات الملايين، وكيمشيو في واحد المرحله معينه ديال الاخصاب كيلقاو واحد الحاجه سميتها بويضه، بيضه بويضه، كيلقاوها فين؟ في واحد القنت في كي سميتو داك فالوب، في داك العجبه، داك الدوره، داك الفيراج اللي كاين. كيمشي كيطلع الحيوان المنوي كيلقى واحد البيضه، كيبداو مدابزين بيناتهم دوك الحيوانات، فوالا كانال دو فالوب، كيبقاو يدابزوا دوك الحيوانات المنويه باش واحد يدخل. واحد راه كاينين بالملايين، الله ما قالش لينا كاين الملايين ديال الحيوانات المنويه، قال لنا ماء دافق، اي ماء كيسيل. ما عرفش باللي ميكروسكوبيكمون راه كاين دي مليون، حسبوا غير الماء، هذاك الماء كيتكمش وكيولي دم وكيولي بنادم. وما قالش لينا كاينه بيضه، وما قالش لينا بان هنالك حيوان منوي واحد كيدخل في البويضه، والبويضه صافي كتكمش وكتسد وما يدخل حتى شي واحد اخر، ومن تما كتهبط للرحم وكتبقى تمايا، عاد كتبدا كدير عمليه الاخصاب عاد باش من بعد كيولي داك الفوتيس وكيكبر. هاد الهضره كامله قراوها لنا في العلوم الطبيعيه، ما قالهاش ربي في الايه قال لنا سيدي ربي ان الماء ديال الرجل كيخرج من الظهر ماشي من الكلاوي، من الظهر. وقال لنا بلي ان الماء ديال المراه عنده علاقه في الاخصاب وعنده علاقه في تكون الجلد، وهذا باطل، لان البويضه هي اللي عندها علاقه وماشي الماء. هذاك الماء ديال التزلاق راه غير المراه هذاك الماء ديال المراه راه غير كتخرب شويه في ديك القنيات كيبدا الماء كيسيل، كيبدا باش يبين لك باللي راه ما عندك، ما عندوش علاقه بالاخصاب. هذاك الماء خدمته بوحده. دونك الماء الاخصاب كيكون بالبيض بويضه، ما عندوش علاقه بالصدر. كان الله عز وجل قال له، الله عز وجل قلنا له فين راه ودنك؟ قال لنا ها هي، دخل يدهم بين رجليه ودورها، قال لنا ها يا نورمال. يقول ولقد خلقنا الانسان. صبر انا نعطيك لو فيرسي، سي انس باش تعرف الله ها كيفاش كان خاصو يدير الخدمه. السماء والطارق والنجم الثاقب، والسماء والطارق والنجم الثاقب من كل نسلم عليه. فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق فيه من الحيوانات المنوية ما لا تعلمون، ثم إذا دخل في رحم المرأة أخصب البويضة فنشأ عن ذلك نشوءكم وإن الله على كل شيء قدير. صافي باينه، البيض دخل اخصاب، سلام عليكم. الله ما قالهاش، ما عرفش. انا عطيتك، انا درت لك التسريبه ديال الايه، كان الله خصو يقولها، وهكذا غادي يكون اعجاز علمي وكاع غادي نسلموا. اما انت تكون طبيبه استاذ وتقول لي لا حق الكلوه الفوق على اليسار، الدوره الفيراج الفروج الاول، لا ما تقوليش الدوره الاولى الفروج، لا، البيضه هي البيضه، الماطيشه الماطيشه، الظهر هي الظهر، الصدر هو الصدر، الكبده هي الكبده. هاكا قال لك كي قال الفرنساوي فو ابلي انشا ماشي انشا تقول لي بعوشه، والمقصود منه انشا، لا احد يقبل بهذا، هذا ترقيع متهافت. هادشي اللي كاين. الشيخ انس فتح المايك، ونتمنى ما يكونش عندك ازعاج تعلق على هذا. وانا صراحه صدمتني ملي قلت لي فيه دليل النبوه، صراحه ما فهمت فيك والو. اولا شكرا على التوضيح هذا. ملاحظه ترومب دو فالوب، ماشي كانوا دو فالوب. ثاني حاجه انا عندي سؤال، واش قلنا الصلب هو العظم ديال الظهر، والترائب واش عندها علاقه بلا برودكسيون ديال السبيرم ولا بلي زوفير عند المراه؟ انا ما عرفتش التفسير ديال القران، هذا سؤال. واش عندها علاقه بالرجل ولا المراه؟ دابا واش المراه عندها شي سبيرم؟ لا ماشي على السبيرم، قلت لك حيدنا الراجل، قلنا الصلب والترائب. الترائب عندها علاقه بالرجل ولا بالمراه؟ بالمراه، لان عندنا الحديث صاحبي راني قبيله لا هذا سؤال بغيتك تجاوبني عليه باش نكمل انايا. دونك قلتي الترائب عندها علاقه بالمراه، يعني نعم. هنا دونك ملي نقولوا الترائب
يعني اشنو يقدر يكون هنا عنده بحال ان سينيال ولا ان سين ولا بغي زعما يوجهنا لا كروند مامير، يعني الثدي عنده علاقه لا برودكسيون ديال لي زوفير اللي هما البويضات. دابا واش هو قال لنا الثدي ولا قال لنا الترائب؟ قال الترائب نورمالمون، الترائب هو هو صافي خويا، علاش انت باغي تدفع؟ قبيله دفعت الظهر، دفعتها الكلاوي، ودابا الترائب باغي تدفعها البزوله، علاش باغي تدفع لا شوف، انا استاذ طالوت نتفق معك بان لا كان شي حاجه نورمالمون خصك تجي نيشان ديريكتومون، ماشي تبقى تدور هكا. غير هو هاد المساله ان الصلب والترائب يعني جاتني بحال علاش بالضبط قال لك الظهر؟ علاش ما قالش لك الرجل؟ علاش ما قالش لك الركبه؟ علاش ما قالش لك العين؟ قال لك الظهر، لان الظهر تما كاينه واحد لاكلوند اللي عندها علاقه بلا برودكسيون ديال لو سبيرم. السي انس، العرب قديما قبل الاسلام. غلق المايك واحد الدقيقه، عندك ازعاج. وانت ساكن مضربش. غلق المايك، غلق هاكا مزيان. سي انس، انت كتهضر على ان الله قال الصلب كأن الله هو اللي جاب هذا المصطلح، كأنه هو اللي جابه اول مره. الصلب هذا لسان دارج عند العرب قبل مجيء الاسلام. راه شرحت لك، قلت لك كانوا كيقولوا فلان من صلب فلان، من صلبه اي من ظهره اي من اصله، يعني ولده. هذا الكلام ديال الصلب راه ماشي الله اللي جابوا لينا باش تقول لي راه كان يقصد به، راه العرب كانت كتقول بحال هكا هما العرب كانوا كيهضروا بهذا اللونغاج ديال الصلب. دير لي زيكوتور واقع لا، هما كانوا يقولوا الصلب، يعني الله ملي جا راه غيكونفيرما الهضره اللي كانت كتقال عند العرب فقط، ماشي هو جاب هذا لو تيرم ديال الصلب. وراه عطيتك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيشرح لنا هذا الشيء، قال لنا راه اذا على ماء المراه ماء الرجل اذكارا. ودابا انت بيني وبينك صاحبي تقدر تشرح لي طبيا ما معنى على ماء الرجل ماء المراه اذكارا باذن الله، واذا على ماء المراه ماء الرجل النثى باذن الله؟ شرح لنا طبيا كي غدير ليها دكتور. دابا استاذ طاروت، هاد القضيه هذه بحال قلتي هنا، يعني كون خلاها على ماء الرجل على المراه، هنا غنقول مزيان. ولكن في الزادو هذيك القضيه ديال الماء المراه على الرجل نخربقوها نورمالمون، حيت لي كروموزوم الا كانت اكس مع ايكغيك كتكون ديال لوم، الكروموزوم ديال لوم ايكغيك هو اللي كيحدد لو سكس. اما لا فام ديما كتعطي اكس مع اكس، دونك الراجل اما كيعطي اكس اما ايكغيك، دونك لوم هو اللي كيحدد لو سكس. انا القضيه ديال الماء الرجل على المراه مزيان، ولكن الماء المراه على الرجل هذه ما نورمالمون بحال قلتي. كيفاش مزيانه؟ شنو هي على ماء المراه الرجل ماء المراه؟ ربما هنا كيقصدوا بها لي كروموزوم. وعلاش ما يقولها لناش ديريكت؟ علاش غادي يبدا يقول لي على ماء المراه ما عرفتش انا صراحه. واخا سؤال اخر، ما دور ماء المراه في الاخصاب؟ ما عنده حتى شي دور، يعني في لو سكس في الاخصاب. حنا كنهضروا على تكون الجنين ماشي لو سكس. اوكي في فيكونداسيون في الاخصاب ما عنده حتى شي دور نورمالمون لي زوفير. وعلاش الله عز وجل كيقول لك على ماء المراه النثى باذن الله؟ وفي روايه اخرى قال لك الشبه يكون للاخوان، يعني الى المراه على المني ديالها كيكون الشبه الخوالو زعما. دابا انت واحد القضيه قلتي دابا لونغاج هو داك الديسكور جا يخاطب به الناس ديال قريش. لا غير صحيح، لا يخاطب به العالمين بلسان قريش. اوكي دابا ربما كون ديك الساعه قال لهم لي زوفير ما غاديش يفهموا شنو هما ولا بويضات الماء كتكون. وعلاش ما يفهموا؟ واش كيدير تما جبريل؟ ما عرفتش صراحه، ما عنديش شي درايه في الدين، ما عنديش بزاف. انا استفدت منك انت. ما عندها علاقه بالدين اخويا، هذا الشيء ما عندوش. ما قلتلكش انا شي سؤال معرفي تجبد لي شي معلومه. جبريل طالع نازل مقابل الذكر ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاش ما يشرحش لينا هاد لوفيلاسيون وهذا الاخصاب كيفاش كيكون بشي طريقه معينه؟ ولا غير على الاقل يقول لك بويضه. علاش بيضه فيدخل الماء بيضه فيخرج انسانا؟ علاش تشرح فيها؟ عادي يقول لنا راه كما شرح لنا الجساسه، كما شرح لنا المسيح الدجال، كما شرح لنا اهوال يوم القيامه، شرح لنا بزاف الحوايج اللي حنا ما فاهمينهمش. دونك يشرح لنا يقول لنا الا ان في المراه. غلق المايك انس،
عندك واحد الصداع يا ربك غير طبيعي. يقول لنا يا معاشر المسلمين إن في رحم المرأة بيضة وإنما الرجل إذا دخل تلك البيضة فقد أخصب ونتج عن ذلك طفل، نتج عن ذلك بني آدم. صعيبة هذه يقولها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهموها، زعما تالمون كومبليك، يعني درجة معادلة رياضية من الدرجة 23، زعما حتى لهذا المستوى ما قدرش. سهلة، يا معاشر المسلمين إن في رحم المرأة بويضة تختصب بدخول ماء الرجل فيها وينتج عن ذلك خلق كثير أو بشر أو إنسان. صح، احنا فهمنا، ما فيهاش بزاف الفهمات، احنا فهمنا سالينا. وقس على ذلك من المواضيع ما لا يكاد يحصى. دير آخر مداخلة الشيخ أنس إلى عندك باش نلعب جولة يا أخويا. المهم هذا القضيه اللي قلتي انا صراحه متفق معاك وغلبتيني فيها. بقات حاجه واحده اخرى. واحد المره كنت داخل في اللايف مع واحد السيده سميتها سميره ناري. المهم انا ديما كنغلبها دكتور باش تكون عارف. واحد القضيه، واحد السيده سميتها سميره كانت جبدات لك هذيك القضيه ديال تحريم الكحول. الشراب يعني راه ما فيه مضره، والله هو اللي حرمو، الاسلام حرمو، ما حرموش ديانات اخرين، ما علينا. اليهوديه وداكشي تا هما كيحرموا، ولكن الاسلام يعني هذه بحال قلتي حتى هي دليل. قلتي ليها انت السكر، سبيتي لها السكر مع الجليكوز مع الكحول. انا بالي هذا ماشي، ما كانش لك تشبي الكحول مع السكر، حيت الكحول ماشي واحد الماده اللي كيستافد منها الجسم. بار كونت السكر كاينه واحد لا ريغولاسيون ديال لو جليكوز في لو كور اللي كدار بلانسولين وكدار لي هرمون الجليكاغون اللي كيقادوا مستوى السكر في الدم. يعني السكر ضروري. انت شبيتي لها قلت لها علاش الله ما حرمش السكر اللي هو مضر وسبب في جميع الامراض. السكر هو ماشي مضر، ولكن الا كان متوازن المستوى ديالو في الدم راه مزيان. يعني كيحتاجوا الذات ديالنا، ماشي بحال واخا انا نجاوبك. ابتداء لو ثبت ان رسول الله قال لنا بلي ان يجب تحريم ماده معينه سواء كان خمرا او كان شيئا اخر، وثبت علميا ان ذلك صحيح، فهذا لا يدل على انه مرسل من عند الله. هذا ابتداء باش نكونوا فاهمين. يعني الا عطيتنا شي معلومه طبيه او لا علميه واكتشفناها ليس بالضروره انك هذاك يعني انك واعر فقط، واعر في ديك الحاجه اللي كتقول فيها. ثانيا انا ملي جبت هذيك المساله ديال السكر، هي قالت لي علاش حرم علينا السكر، حرم علينا الخمر لانه كان مضر. الا بقيت عاقل حيت هادشي قديم. قلت لها انا السكر كذلك مضر، وهذا لا تستطيع ان تنفيها دكتور، ومع هذا ما حرموش. تقول لي لا راه فيه الفوائد، وحتى الخمر فيه الفوائد الفقاع، وهذه الفائده ماشي انا كنقولها لك، يقولها لك الله، قال لك فيهما اثم كبير ومنافع للناس. دونك يا خالي هذه الهضره راها ضدك، لان الله حرم واحد الحاجه فيها الفوائد اللي هي الخمر بنص القران، من باب اولى يحرم حتى السكر ولو فيه الفوائد. وحنا السكر اللي هضرنا عليه حنا هذاك السكر المضر، يعني الافراط من السكريات. يعني مثلا يقول لنا وكلوا واشربوا من السكر ما تشاءون وضربوا قيسوا مثلا، ولا تشربوا بزاف ميكو، حضروا راسكم فإن فيه من الضر ما لا تعلمون. هكذا ماشي يقول لي حاجه فضفاضه، يقول لي الكلوه وحنا قاصدين الدكار، لا. وعليه قولي انا مازال شاد فيه وعض فيه، لان تحريم السكر كان غادي يكون في واحد النويطه علميه حسان من الخمر، لان الخمر الناس كانوا يشوفوا فيه منافع. هي اصلا شنو قالت فيه مضره، وراه باين واحد سكيري شنو غادي يوقع، غادي يبدا يبول في حوايجو، غادي يبدا يتقيا في الزنقه، غادي يبدا يدابز مع جارو، هذا هو المضره. ولا الا كان سكيري بزاف تشرب بزاف، واحد النهار غادي تمرض، راه باينه، راه كيشوفوا الناس فلان كيشرب بزاف بحال واحد كيكمي. دابا انت واحد كيكمي واحد النهار طاح بقى كيكح، واش تحتاج عاد دير له ليريم وتحتاج دير مختص باش تعرف؟ راه كتشوف بنادم كان كماي واحد النهار بدا كيكح، شدو الكونسير في القرجوطه راه كيبان لك صافي طاح مات. كذلك راه واحد الانسان كيشرب الشراب راه كيبان لك التداعيات ديال داك الشراب. دوك ملي كيقول لك حرام او فيهما اثم، راه الاثم باين. التعامل كيفاش كيكون، طيحه الهضره، الفم الخانز، الطلاق، المشاكل، المدابزات، القتل،
شي كامل راه عنده علاقه بالالكول، يعني ماشي هو قصد بالضروره داكشي ميديكاتيكمون بسيكوتيكا ثيرابيتيكمون، لا راه باين بحال قال في الحيض ويسالونك عن المحيض يقول هو اذى. جاو اليوم قال لك لا حقا ما حقا قد ثبت العلم ان في المحيض ما كيهضرش هو على العلم فيه اذى، يعني انت ملي كدير البريكول في البريكوله كيخرج لك البريكول من بريكولي، يعني اذى والناس تعرف ذلك، هذا هو الاذى. والاصل ان نفهم القران على ظاهره، بلا ما تبقى تقول لي هنالك صبغيات متجانسه في داخل الثقبه الوسطانيه وكان الكروموزوم الاصفر والاحمر، ما كايناش هذه الهضره، الله ما قالهاش، ولو كان قالها كان خصو يقولها بطريقه بوكو بلوس اكسبليسيت باش نفهموه. ماشي تا يجي الطبيب انس اليوم يبقى عاد يشرح لي مراد الله اللي هو جابو غير من راسو اصلا، ودابا سويلا انت الله دار لك شي تويو كيعطيك دي زانفورماسيون كيعطيك تسريبات باش تشرح لنا القران على مراده هو. والله ما عطاش هاد لوبسيون حتى للرسول اصاحبي، عطاها لك انت، ما يمكنش. الرسول خدمته هذيك، ان الرسول هاد الهضره اللي كتقول لي انت كان يديرها الرسول. نقولوا الله ما بغاش يكثر الهضره، ما فيش الهضره بزاف. ايوا الرسول اش كيدير؟ ياك السنه جاءت شارحه للقران، من بين امور السنه هي انها تشرح القران. ايوا علاش ما شرحناش القران؟ علاش ما شرحناش هاد البريكولات؟ وانا عطيتك دابا جوج ديال الامثله بلوكيت فيهم، عطيتك ديال الشمس ديال النجوم، وعطيتك ديال هاد الباكور ديال لومبريولوجي، وكان نزيدك حتى 20 حاجه ما عنديش مشكل، نبقاو حتى الغدا نبقى كل مره نزيدك وما تجاوبش. وحنا اتفقنا في الاول انه الجزئيه السالبه تطعن وتسقط الكليه الموجبه. لهذا انا اقول ان الله عز وجل اعظم واكبر من ان يقول كلام فضفاض مثل هذا. نلعبوا الجولات نلعبوا على اصبروا نكملوا. انا بقات لي 2 دقائق مع السي انس ونسير، انا غير نبوكلي هذه الساعه باش نحطها نقيه. دونك انا اقول ان انا انزه اله خالق الاكوان، 2 دقائق الدراري ونسالي. انزه خالق الاكوان على ان ياتي بكلام مثل هذا متهافت، يدخل يخرج في الهضره ويقلب في الهضره، والكبده هي الطيحال والطيحال هي الضفر والضفر هي الودنين والودنين هما الحلاقم، ويدخل منا ويخرج منا. هذا ما كان شائعا وسائدا عند العرب، جاء به النبي واقره فقط في جميع داكشي اللي كان كتقول العرب قالوا النبي، والامثله في ذلك كثيره جدا. دونك احنا جبدنا لك المثال ديال النجوم، جبدنا لك المثال الطبي اللي عنده علاقه بك انت، وحتى ديك الخمر اللي هضرنا عليها راه ما عندهاش علاقه بلا سيونس ولا شي حاجه، راه شي بنادم كان كيشوف باللي ان بنادم السكيري راه ما منوش. ونسال الله عز وجل السلامه والعافيه. نعطيك دقيقه تختم فيها دكتور باش نلعب الجولات، لان خصني ضروري نلعب قبل اللايف باش ما يطيحش. صراحه شيخنا طالوت قنعتيني صراحه، انا اقتنعت بالدليل ماشي بداك الشيء العلمي وداك الشيء صراحه، دليل كتعطيني ادله. ولهذا في هذا اليوم المبارك اعلن كفري امام العالمين، واشهد ان لا اله الا الطبيعه وان طالوت رسوله. واش غنقول لكم، انا كانت عندي واحد النقشه زدتي كملتها ليا الشيخ طالوت. واش غنقول لك، انا صراحه كنشكرك بزاف على هذا النهار وعلى هاد الكونفرساسيون اللي دازت معاك اليوم، وان شاء الله تكون هذه واحد البدايه جديده اللي غتغير لي حياتي ان شاء الله، وغادي نتخلص من هاد الاوهام وهاد الكاميرا الخفيه اللي عايشينها، ونبقاو نفكروا على الخوا على الخاوي، نعيشوا حياتنا طبيعيه وما نبقاوش نفكروا بزاف. هادشي اللي غنقول لك. احسنت يا شيخنا، احسنت. انا فرح بالنقاش معك، انسان مربي ومتبت ومتيول. والغليمي ما دار معك والو، جيت انا غيزتك. واش انت خويا عزير؟ ما علينا. اعلنوا انضمامي الى جيش طالوتي. الكتيبه الطالوتيه تزاد فيها. مرحبا طالوت. سلام. شوف الا قالوا الدراري راه كنعرفوك وطلعتك ودرنا هذه المسرحيه باش تكفر باش تجاوبهم، انا حيت انا كنتوقع هذا ردود الفعل القافزه. لا انا ما غادي نجاوب، ما نقول لي ما عمري ما طلعت معاك، هذه اول مره انا اصلا كنطلع في شي لايف تيك توك مع شي واحد. كنعرفك كنعرفك. جو سوي با فامي، ما كنعرفكش. السلام عليكم. ما كنعرفكش اخي طالوت. قول ولاتي والعزه ما كنعرفك. ولاتي والعزه وما عرفتش شنو ما تنعرفك انا صراحه. شكرا لك دكتورنا، فخر لينا انك انضمت للكتيبه دكتور، من بين عشرات او صلة الساعه. قول لي هادشي غيطلع في اليوتيوب ان شاء الله الا بغيت. صافي مزيانه، صافي يلاه سير.
حيت راه بزاف الناس بحالك غيستافدوا، وتكون انت سبب انك تنورهم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك وسيدنا وميرسي اخويا انس. سلامة تهلا لي في راسك. tu vas jamais m'oublier. يلا خويا تهلا لي في راسك. الله يطرح البركه. شي بارطاج ديال سميتو كنبارطاجي سميتو